السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب فيرست سكندري جريد أولى ثانوي مع مستر عمر عرابي في الانتجريتد ساينس. النهارده بقى احنا هنعمل حاجة جامدة جدا إن شاء الله طول الترم، إن احنا هنحل الويكلي اسسمنت وكمان هنحل الهومورك بتاع الوزارة كل أسبوع أول بأول علشان تقدروا تشوفوا الأسئلة والأفكار والحل مع بعضينا إن شاء الله. وطبعا احنا عملنا جروب كده على التليجرام إن شاء الله هينزل فيه كل الشيتات اللي احنا هنبقى شغالين بيها اول باول، ولو حد عنده اي سؤال ممكن نبتدي نتشارك مع بعضنا فيه ان شاء الله ويكون حاجة مفيدة لينا كلنا. طيب تعالوا نبتدي كده. اول حاجة طبعا اول سؤال كنا بنتكلم او اول درس عندنا كان بيتكلم عن الانرجي والايكو سيستم والترانسفير اوف انرجي، وبعد كده دخلنا بقى على الفيرست لو كمان اوف ثيرموداينامكس او خدنا اللو كونسرفيشن اوف انرجي، شويه حاجات كده لطيفه جدا. تعالوا نحل مع بعضينا. اول سؤال بيقول لك what process do plants use to convert chemical energy into thermal energy؟ البلانتس هيعمل انهي عمليه عشان يحول chemical energy لثيرمال انرجي؟ طيب البلانت احنا كنا بناخد ان هو بيعمل تو بروسيس. يعني اولا البلانت كان بيعمل فوتوسينثيس بروسيس، وفي الفوتوسينثيس بروسيس دي كان بيحصل فيها كان بياخد السولار انرجي طاقة الشمس ويحولها طبعا لكيميكال انرجي علشان يقدر يعمل الفود بتاعه اللي هو يعتبر جلوكوز شوجر، ده كيميكال انرجي. وكان البلانت بيعمل عملية تانية جوه البلانت سيلز بقى في الميتوكوندريا اللي هي السيلولار ريسبيريشن، ودي كان بياخد بيها الكيميكال انرجي. يعني بعد ما طلع الجلوكوز شوجر اللي هو فيه كيميكال انرجي كان بياخده مع الاكسجين جاز عادي كانه البلانت بيتنفس زينا، ويحصل عمليه كومبشن او اللي هي السيلولار ريسبيريشن عشان يطلع الانرجي الطاقه اللي هو البلانت بيقدر يشتغل بيها، ودي بتبقى عباره عن ثيرمال انرجي طاقه حراريه. طيب يبقى البلانت بيعمل انهي بروسيس بيحول فيها من كيميكال انرجي لثيرمال انرجي لحراره عشان يقدر بيها يعمل الاكتيفيتيز بتاعته؟ طبعا العمليه الثانيه اللي هي السيلولار ريسبيريشن. يبقى الاجابه هنا هتبقى لو قال لي مين البروسيس اللي بيحول بيها السولار انرجي لكيميكال انرجي يبقى دي فوتوسينثيسيس بروسيس. طيب question number 2 بيقول لي what is the last trophic level in a food chain؟ مين اخر تروفيك ليفل في الفود تشين؟ طب ايه تروفيك ليفل؟ كلمه تروفيك احنا كنا بناخد ان في حاجه اسمها اوتوتروفيك وهيتيروتروفيك. يعني تروفيك ذات اللي هو التغذيه، في كان حاجه اوتوتروفيك ذاتيه التغذيه البروديوسرز البلانت، وفي هيتيروتروفيك اللي هو معتمد على حاجه ثانيه زي الكونسيومرز زي الانيمالز. طيب مين بقى اللاست تروفيك ليفل؟ احنا كنا بناخد كمان ليفلز مستويات وعملنا لها زي فود بيراميد مثلث كده، كان بيبتدي تحت بالبروديوسرز وكان عندنا اقصى فود تشين كان بيبقى فيها 6 تروفيك ليفلز، او المفروض هو يعني 6 ده اكتر حاجه، كان بيبقى اقل من كده كمان. وكان عندنا بيبقى فيه برايمري كونسيومر، وفي عندنا سكندري كونسيومر، وفي عندنا تيرشري كونسيومر، وفي عندنا ديكومبوزرز. ممكن كمان الكونسيومرز يزيدوا هنا عن 3، يعني هنا 3 ممكن يبقى 4، بس ده الماكسيمم اخر حاجه. ليه؟ عشان احنا عارفين ان نسبه الانرجي كانت بيحصل لها ديكريز، بتقل 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 كل ما بنطلع لفوق. فبالتالي لو انا عندي 6 او اكتر من 6 مش هيبقى فيه انرجي خالص، هتكون خلصت تماما، لان عارفين ان 10% 10% بس هي اللي بتتنقل من كل تروفيك ليفل للي فوقيه. طيب يبقى مين اخر كده اعلى حاجه واخر حاجه في اي فود تشين؟ اكيد بيبقى الديكومبوزرز اللي هم موجودين فوق خالص. ماشي، ده كده اللاست تروفيك ليفل. نمبر 3 بيقول لي what is the main rule of decomposers in an ecosystem؟ ايه هو الدور الرئيسي بتاع الديكومبوزرز في الايكو سيستم؟ الديكومبوزرز عارفين ان هم بيعملوا ديكومبوز للديد بوديز والاورجانيك ماتر المواد العضويه بقى اللي تحت، ويرجعوها تاني فين؟ للنيتشر للبيئه من جديد. يعني اول حاجه بيعملوا conversion of light energy into chemical light. لا، الديكومبوزرز دول ايه علاقتهم باللايت؟
دول البروديوسرز اللي بياخدوا لايت انرجي، يبقى دي ما تنفعش. recycling the chemical energy back into the soil، دول اللي بيرجعوا تاني الكيميكال انرجي اللي هي موجوده بشكل نيوترينز غذاء في الكائنات الميته للسويل، يبقى دي فعلا دي دور من دور البروديوسرز، يبقى دي صح. طيب preying on other organisms، بيفترسوا، اكيد الديكمبوزرز دول ما بيفترسوش. producing oxygen، بيطلعوا لنا اكسجين، لا برضو ما بيطلعوش، فاكيد هم دورهم ان هم يعملوا ريسايكلينج للكيميكال انرجي باك into the soil. طيب question 4، if a plant receives 1000 joules of a solar energy and uses، والبلانت خد من الشمس 1000 جول ويوزز واستخدم منها 2% only في الفوتوسينثيس بروسيس، how much energy is lost، في كمية انرجي ضاعت قد ايه؟ هو خد 1000 وضاع منها كام؟ واستخدم منها 2%، يبقى اللي ضاع قد ايه؟ طيب احنا كنا بناخد قانون كده عشان نحسب اي برسنتج، كنا بنعمل ايه؟ النسبة ايه؟ البرسنتج. كنا بنقول طبعا ان فوق بحط البارت، او دي تعتبر اللي هي الانرجي يوزد اوفر التوتال انرجي، الانرجي كلها اللي استخدمها، وهنا بحط باي ايه 100. طيب النسبة عندنا هنا المفروض 2%. طيب واحنا عايزين ايه؟ عايزين الانرجي لوست اللي ضاعت. طيب ما انا اجيب الاول ال 2% دول اللي استخدمهم يعتبروا قد ايه من ال 1000 جول، وبعد كده اشوف هو استخدم دول، يبقى اكيد الباقي ضاعوا، هو معامل 1000 ده بقى ماينس الباقي. طيب ال 2% دول يعتبروا قد ايه؟ فانا كده عايز الانرجي يوزد، خلاص هعمل البرسنتج باي التوتال، المفروض ديفايدد ايه 100، كنا بنعملها زي بشكل ماجيك ريكتانجل، يعني عامل 2 باي التوتال انرجي اللي هو خدها قد ايه 1000، وهنا هو عامل طبعا ديفايدد باي مين ال 100، يعني انا لما اجي احسبها ادي 2 0 هيضيعوا مع 2 0، كأن خلاص بعمل 2 باي 10 يبقى ايكوال كام 20. يبقى المفروض ان ال 2% دول هم يعتبروا 20%، او يعتبر هم ايه 20 جول من كام؟ من ال 1000 دول اللي استخدمهم. طيب يبقى هو كده فقد قد ايه؟ خلاص هو معامل ال 1000 ماينس ال 20 هيبقى طبعا ايكوال كام 980 جول. طيب في بقى طريقه لطيفه جدا 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 عشان نقدر نحسب على طول ال 20 جول دول المفروض قد ايه. كنا ممكن خلاص نعمل مثلا ال 2 باي كام؟ باي 10. ال 10 طبعا دي احنا جبناها منين؟ ان انا خلاص كده كده ال 1000 جول دول هيضيع منهم 2 0 من هنا من هنا، خلاص يبقى 2 باي 10. يبقى احنا ممكن ايه نحسبها بالطريقه دي، جبنا هو استهلك قد ايه وعملنا بقى كلهم الانرجي اللي خدها 1000 ماينس ال 20 اللي هو استهلكه، اتبقى لي 980 دول ويستد انرجي، او دول انرجي ايه لوست ضاعوا، يبقى طبعا هتبقى سي. ممكن بقى هنا نخش على نمبر 5، بيقول لي how might the removal of a trophic level example مثلا ال predators affect an ecosystem. طبعا لما بنيجي نشيل اي trophic level، سواء بقى حاجه ايه producer مثلا اكيد ده طبعا، او حاجه في primary consumer او secondary consumer او tertiary consumer او اي حاجه، لو في واحد انقرض ما بقاش موجود تفتكروا دي حاجه كويسه؟ لا، كنا بناخد ان ده بيعمل cut a link او بيسبب causes cavity in food chain في transferring of energy. اكيد الانرجي هتقف كانها مثلا واحد ماشي في طريق والطريق ده فجاه كده لان هو اتقطع، فالانرجي مش هتعرف تتنقل، وده بالتالي هيعمل ايه مشاكل وبيسبب environmental imbalance او ecological imbalance عدم توازن، لان اكيد في كائنات هتتاثر قبليه وفي كائنات هتتاثر بعديه. يعني لو حاجه نقصت، لو عدد افراد فصيله معينه قل، اكيد الحاجه دي اللي كانوا بيتغذوا عليهم المفروض هيحصل لهم ايه؟ مش هيلاقوهم، فبالتالي هم كمان هيموتوا. طب الكائنات دي كانت بتتغذى على حاجات معينه، دول بقى الكائنات دي لما يموتوا الحاجات دي هتزيد، فبالتالي بيعمل برضو ايه مشكله. فده اكيد بيعمل increase the efficiency of energy transfer، اكيد لا دي حاجه كويسه، لكن هو بيسبب حاجه وحشه، بيعمل ecological imbalance توازن عدم اتزان هنا.
imbalance يعني طبعا عدم اتزان، فالاجابه هتبقى بي. minimize energy loss اكيد يعني بيقلل فقد الانرجي، اكيد لا. increase the number of decomposers بيزود عدد الديكومبوزرز، لا طبعا مش الفكره خالص ان هو ملوش علاقه بالديكومبوزرز، يبقى هتبقى بي. طيب question 6 بيقول لك if energy neither created nor destroyed but converted from one form to another، يعني لا بتبنى ولا بتهدم، بس هي بتتحول من شكل لشكل تاني. بيقول لي بقى هنا what other forms can lost energy be converted to in the food chain، يعني ايه الاذر فورمز اللي ممكن تضيع في الفود تشين؟ احنا كنا بناخد ان الانرجي اللي بتتنقل هم 10% بس، والباقي بيفقدوا في شكل ايه؟ بيفقدوا طبعا في عمليه السيلولار ريسبيريشن، علشان جزء من الانرجي اللي بياخدها بتتحول لكيميكال انرجي، وبتفقد كمان ان جزء منها بيتحول لثيرمال انرجي، حراره بتدفي الكائن، وبيفقد جزء منها في شكل كاينيتيك انرجي جايه من الحركه. كل دي بتبقى ويستد انرجي. لما يجي كائن ياكل بقى الكائن اكيد مش هيستفيد بالطاقه اللي هو خلاص استهلكها، وفي كمان انرجي بتخرج بتبقى او ويستد بتبقى في شكل الان دايجستد فود، اللي هو طبعا بيعمله في شكل بقى ستول او الحاجه دي، فبالتالي مش بيستفيد برضو بالانرجي دي. يبقى اشكال بقى الويستد انرجي اللي مش المفروض هتتنقل كايناتيك، ما هو بياخد جزء من الكايناتيك، والمفروض او من الكيميكال انرجي تتحول لكايناتيك. ثيرمال في جزء بيتحول لثيرمال عشان يعمل وورمتس بادي. كيميكال في جزء طبعا بيتحول لكيميكال انرجي، المفروض دي من عمليه السيلولار ريسبيريشن، وبتخرج طبعا بيخرج كربون دايوكسيد، الكربون دايوكسيد ده فيه كيميكال انرجي. اول ذا اباف، يبقى اكيد كل دول فعلا من الانرجي اللي هو مش بيقدر يستفيد بيها. Question 7 بيقول لي what challenges might organisms face at the end of the food chain due to loss of energy؟ ايه التحديات بقى اللي ممكن يواجهها الكائنات في النهاية بتاعة الفود تشين نتيجة ان هم فقدوا الانرجي؟ ايه المشاكل اللي هم او التحديات اللي ممكن يواجهوها؟ هنا lack of food، نقص الاكل. مش احنا قلنا يا جماعه في اخر الفود تشين 10% بيفضل يتنقل من الانرجي، يعني البروديوسر بيبقى عندهم اكبر كميه من الانرجي من الفود، لما يتنقلوا للبرايمري كونسيومر بيقلوا، وهكذا للسكندري بيقلوا، ففوق خالص بيبقى فيه كميه انرجي قليله جدا جدا ونيوترينز قليله جدا. فبالتالي هم فعلا بيواجهوا الناس اللي موجوده بقى في الاند في النهايه بتاعت الفود تشين، طبعا بيواجهوا lack of food، نقص في الاكل. طيب تعالوا نشوف هنا increase في الانرجي availability، اكيد لا مفيش زياده في اتاحه الطاقه، مفيش طاقه. improving the efficiency of energy transfer، اكيد مش بيحصل تطور في كفاءه الانرجي. increase the number of decomposers، عدد الديكومبوزرز بيزيدوا، لا طبعا. يبقى فعلا الاجابه هتبقى ايه؟ دي المشاكل اللي هم بيواجهوها lack of food. طيب نيجي نخش على question number 8. قال لك from the opposite figure، من الشكل ده if the amount of energy received by the hawk is 200 joule، يعني الهوك ده وصل له كام؟ 200 جول. the amount of energy created in the graces، كمية الانرجي اللي المفروض اتعملت في الجريسز، احنا عارفين ان 10% بس 10% بيتنقلوا من هنا لهنا. طيب ناخد بالنا بقى ايه من حاجة، احنا دلوقتي لو احنا عايزين نحول او نشوف كمية الانرجي ترانسفيرد اللي بتتنقل من كائن لكائن، المفروض نعمل ايه؟ هقوم عامل الانرجي اللي في كل كائن المفروض باي 0.1، يعني انا دلوقتي كأن ال 10% دي هي تعتبر 0.1، يعني انا طالع من فوق لتحت. هنا مثلا لو هو مديني اصلا ده ان عنده مثلا 10000 جول، خلاص عايز اشوف ده هيوصل له قد ايه، اقوم عامل باي 0.1 يديني كانهم ال 10%. طيب لو انا هنزل من تحت من فوق لتحت اهو، عايز اشوف ده المفروض الانرجي اللي خدها من الرابت قد ايه، يبقى انا هعمل العكس، هقوم عامل باي 10. وعايز اشوف من ده لده هقوم عامل باي 10 عشان اشوف الانرجي اولا اللي هو ايه اللي كانت عند ده. يبقى انا لو طالع من تحت لفوق في الفود تشين او في الانرجي ليفلز او في الترافيك ليفلز،
بقوم عامل عشان اشوف كميه الانرجي اعمل باي 0.1. طب انا لو نازل من فوق لتحت بقوم عامل باي ايه؟ باي 10. يعني انا عايز اشوف اصلا هو بيسالني الجريسز دي فيها اصلا كام، يعني ده كان رقم كده كاكزامبل. طيب قلنا ده عنده 200، يعني المفروض ان الرابت كان عنده كام؟ هو عامل باي 10، يعني ده هيكون عنده 2000. ما انا لو خدت بالي كده ال 200 دول يعتبروا 10% من ال 2000. طيب والمفروض ده الرابت خلاص كان واخد 2000 جول، يبقى اصلا الجريسز كان فيها كام انرجي من ده لده؟ قوم عامل باي ايه؟ باي 10. يبقى المفروض ده هيكون عنده 2000 باي 10 يعني ايكوال 20000 جول. يبقى دي كميه الانرجي اللي كانت في الجريس، يبقى ايكوال كام؟ 2000 جول. يبقى الجريسز هنا الجريس المفروض فيه كام انرجي؟ 2000 ايه؟ جول. المفروض 20000، طبعا مش 2000، 20000 ايه؟ جول. نيجي نخش على question number 9. قال لك which compound is the source of carbon in photosynthesis process. طبعا الكربون ده حاجه اورجانيك، يعني المفروض هو اورجانيك element او element دوت هو اللي بيكون اي اورجانيك كومباوند. ايه مصدره في الفوتوسينثيس بروسيس؟ اكيد مصدره بيجي من مين؟ من الكربون دايوكسيد. يعني احنا كنا بناخد الفوتوسينثيس دي بيعمل ازاي؟ بياخد كربون دايوكسيد يحط عليها ووتر، طبعا in the presence of sunlight، عشان يعمل الجلوكوز شوجر اللي هو C6H12O6 ويطلع اكسجين جاز. وكنا بنعمل بالانس، نحط هنا 6 وهنا 6 وهنا 6. الكربون ده جه منين؟ اكيد جاي من الكربون دايوكسيد. يبقى الاجابه طبعا هتبقى ايه؟ هتبقى B. question number 10 بيقول لك which of the following is directly involved داخل في السيلولار ريسبيريشن. مين في دول مباشره داخل في السيلولار ريسبيريشن؟ السيلولار ريسبيريشن اللي بتحصل جوه الميتوكوندريا، اللي هي بقى ايه؟ عكس الفوتوسينثيز. يعني كاني بمشي الايكويشن دي ايه؟ بالعكس كده اهو. طيب اكيد دي بتحصل جوه الميتوكوندريا، فبالتالي الاجابه طبعا ميتوكوندريا. ده سؤال دايركت مباشر جدا. ماشي. نمبر 11. What is the primary purpose of the energy pyramid؟ ايه بقى الهدف الاساسي من الانرجي بيراميد؟ ان هو يشوف الترانسفيرنس اوف انرجي، ان الانرجي بتتنقل ازاي من ترافيك ليفل تو انذر ترافيك ليفل. يعني هنا تو ميجر ذا بايوماس ان ايكو سيستم، يقدر يحسب بقى كميه المساحه او كميه الليفنج اورجانيزمز اللي موجوده. اكيد لا، ايه علاقتها؟ لا، هو عايز يشوف الانرجي بتتنقل ازاي. display the distribution of energy between different traffic levels. يشوف توزيع الانرجي موجوده ازاي ما بين الديفرنت ترافيك ليفلز، ما بين البروديوسر والبرايمري كونسيومر والسكندري والتيرشري والحاجات دي. يبقى دي فعلا صح. هنا بيقول لي determine the number of individuals in each traffic level. لا، هو مش بيقول لي الافراد كام، هو بيقول لي الانرجي اللي عندهم قد ايه، فبالتالي دي برضو مش هتنفع. هنا studying interrelations between species، بيشوفوا بقى العلاقات اللي ما بين الفصائل. لا طبعا، يبقى هي اكيد بتتكلم كلها على موضوع الانرجي، يبقى هتبقى بي. طيب 12 قال لك the amount of available energy decreases as it moves from one trophic level to a higher one because ايه؟ كمية الطاقة المتاحة بتقل كل ما يطلع من one trophic level لأعلى. وده معناه ايه؟ ليه تفتكروا؟ الانرجي ترانسفير تو سبيس، تخرج للفضاء، اكيد استحالة. energy is lost as a heat during metabolism. الميتابوليزم دي عملية الحرق، ممكن جزء فعلا من الانرجي دي بيتحول لهيت انرجي عشان تدفي الجسم. خلاص دي طاقة المفروض تعتبر من الويستد انرجي، يبقى فعلا عشان كده الانرجي بتقل. يبقى فعلا هتبقى الاجابة بي. طيب ابص هنا انرجي ستورج ان انيمال تيشوز، طاقة متخزنة في التيشوز. لا، هو هنا بيتكلم ان الانرجي بتقل. ليه؟ اكيد في طاقة بتضيع لان هي جزء منها بيتحول لشكل حرارة، الحرارة دي عشان تدفي جسمنا، اكيد دي مش بتتخزن. طيب excessive consumption of energy، زيادة استهلاك الطاقة، اكيد طبعا لا. ماشي. هنا question number 13 بيقول لي which compound is used as a by-product of photosynthesis. by-product دي معناها يعني يعتبر منتج ثانوي. يعني احنا عندنا في اي رياكشن بيبقى فيه first او primary product وفي secondary product، في حاجة اساسية product منتج بيطلع،
وفي منتج ثانوي. طب هو بيتكلم على المنتج الثاني بتاع الفوتوسينثيز. الفوتوسينثيز دي هي بتدي لنا ايه؟ هي عباره عن الكربون دايوكسيد لما يجي يتفاعل مع الووتر، ولسه كاتبين الايكويشن دي، يديك الجلوكوز شوجر C6H12O6 بلس الايه؟ الاكسجين، وبنعمل بالانس هنا 6 و6 و6. مين المين برودكت؟ البرودكت الاساسي اكيد البلانت بيعمل فوتوسينثيز بروسيس عشان يعمل اكله. طيب مين السكند برودكت؟ الاكسجين جاز. يبقى هنا لما نيجي نختار عايز الباي برودكت، هيبقى الادينوسين ترايفوسفيت اللي هو الاي تي بي. لا، اكسجين. هو فعلا الاكسجين ده هو ده السكند برودكت او الباي برودكت في الفوتوسينثيز بروسيس. طبعا الجلوكوز ده البرايمري، ده مش هينفع. والووتر اكيد ده حاجه من الرياكتنت هو استخدمها، مش من البرودكت، مش من النواتج بتاعته، يبقى دي برضو مش هتنفع. نخش على question number 14. بيقول لي the opposite figure shows the process of cellular respiration and the photosynthesis process occurring respectively. طبعا مجرد ما بنشوف respectively بالترتيب يبقى لازم اشوف هو قايل ايه الاول، cellular respiration وبعد كده الفوتوسينثيز. طيب مين في دول بيعمل cellular respiration؟ يعني الاجابه الاولى تبع cellular respiration والثانيه تبع الفوتوسينثيز. طب البلانت سيل بيعمل cellular respiration. البلانت سيل بيعمل كل حاجه، respiration وبيعمل photosynthesis process. طيب الفنجاي دي المفروض ان هي بتعمل photosynthesis process. لا، الفنجاي دي ما بتعملش photosynthesis process، دي تعتبر حاجه تبع الديكومبوزرز. ماشي، يبقى دي مش هتنفع. طيب فنجاي بتعمل cellular respiration، ماشي، اكيد اي كائن حي لازم يعمل cellular respiration، اكيد دي بتدي له انرجي. الفوتوسينثيس بروسيس انيمال سيل، لا الانيمال اكيد مش هتعمل فوتوسينثيس، يبقى دي مش هتنفع. طيب هنا بلانت وبعد كده انيمال، البلانت يعمل سيلولر ريسبيريشن. طب الانيمال فوتوسينثيس، لا ما ينفعش انيمال في الثانيه خالص. بلانت اند انيمال سيل دول بيعملوا سيلولر ريسبيريشن والبلانت هنا يعمل فوتوسينثيس، ايوه، يبقى طبعا هي دي اللي صح، يبقى هتبقى دي. ماشي. question number 15 بيقول لي which of the following activities، مين في الأنشطة دول reduces بتقلل the amount of energy available at the top of energy pyramid؟ يعني مين في ال following activities في الأنشطة دي بيقلل كمية الانرجي المتاحة في التوب؟ تعالوا نشوف increasing the proportion of carbon dioxide gas in the air. زيادة نسبة الكربون دايوكسيد جاز ممكن يقلل كمية الانرجي المتاحة فوق في الفود في الانرجي بيراميد. طيب تعالوا نشوف تاني، بيقول لك هنا increase the proportion of oxygen، زياده الاكسجين. ما هو زياده الاكسجين دي خد بالك دي بتزود عمليه البيرنينج فبتزود الانرجي، اكيد دي مش هتقلل كميه الانرجي. اوفر فيشنج، هو ايه علاقه الاوفر فيشنج بالكلام ده؟ ملوش علاقه. increase the green spaces، نزود الاماكن الخضراء، اكيد دي بتزود الترافيك ليفل او بتزود المفروض كميه الانرجي اللي موجوده عن طريق الفود، يبقى اكيد دي لا، يبقى هي اكيد increasing البروبورشن بتاعت الكربون دايوكسيد، نسبه الكربون دايوكسيد جاز لما بتزيد طبعا المفروض ان هو بيقلل نسبه الاكسجين، فبالتالي اكيد عمليات البيرنينج اوف فود اكيد هتقل، يبقى هو ده فعلا الحاجه اللي ممكن تعمل reduce للاماونت اوف انرجي available في التوب اوف ذا انرجي بيراميد. ماشي، نخش على 16 energy neither created nor destroyed، لا بننفع نبنيها ولا بنهدمها but converted from one form to another. قال لك what forms of energy are lost in the food chain؟ مين الانرجي اللي هي lost في الفود تشين؟ طبعا احنا كنا بنعرف الانرجي lost اولا هنكتب كده اهو، بتبقى عباره عن اول حاجه هي الكيميكال اهو، كيميكال انرجي، كيميكال انرجي، وفي عندنا في شويه لوست بشكل ثيرمال انرجي، وفي عندنا كمان كاينيتيك انرجي، وفي طبعا عندنا انرجي بتخرج مع الايه؟ الاندايجستد فود، يعني بقول ان الانرجي in the undigested food.
طبعا هنا الكيميكال انرجي دي اللي هي بتيجي من عمليه السيلولر ريسبيريشن، وبيتحول جزء منها الكربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد بيبقى فيه كيميكال انرجي بتطلع، وكمان الكيميكال انرجي دي هي اللي بتتحول بعد كده لثيرمال انرجي فبتدفينا، وكاينيتيك انرجي، فبالتالي المفروض ان احنا بنقدر نتحرك. وفي طبعا اكل اصلا مش بيتهضم وده بنخرجه طبعا من عمليه الاكسكريشن، فاكيد دي كلها انرجي لوست مش بنستفيد منها خالص. ماشي. write the equation for photosynthesis. خلاص دي كتبناها طبعا كتير. الايكويشن بتاعت الفوتوسينثيز ان احنا هنقوم كاتبين ادي الكربون دايوكسيد جاز بلس ال H2O يقوم مديني C6H12O6 بلس O2، واقوم عامل بالانس. طبعا عندي هنا 6 كربون وهنا واحده يبقى 6، وعندي هنا 12 هيدروجين وهنا 2 يبقى احط برده 6 عشان يبقى 12، وطبعا هنا هقوم حاطط برده ايه 6. وكده يبقى احنا الحمد لله حلينا الويكلي اسسمنت بتاع اول اسبوع. تعالوا بقى نخش على الهومورك. اول سؤال هنا بيقول لي what process do plants use to convert light energy into chemical energy. البلانت بقى بيعمل انهي عمليه عشان يحول اللايت انرجي بتاعت الشمس الكيميكال انرجي؟ اكيد طبعا عارفين من زمان هي الفوتوسينثيس بروسيس، بياخد طاقه الشمس يعمل بيها الجلوكوز شوجر اللي هي عباره عن كيميكال انرجي. ماشي. What is the first trophic level in the food chain؟ ايه اول trophic level؟ اكيد اي food chain بتبتدي بمين؟ بتبتدي ببروديوسر، يعني اكيد عندنا اللي هم الاوتوتروفز، اكيد اللي بيغذوا نفسهم الايه؟ البلانتس. تمام. نمبر 3 what is the approximate percentage؟ النسبة التقريبية للانرجي lost between the levels of the food chain، يعني بالتقريب كده كمية الانرجي اللي بتفقد قد ايه؟ عارفين ان هي اللي بتفقد، خدوا بالك الانرجي بلس اللي بتفقد المفروض ان هي 90%، واللي بتتنقل هي 10%. ودي خدوا بالكم بالتقريب، يعني هي الانرجي اللي بتتنقل ممكن تبقى 10، ممكن تكتر بشويه بسيطه، او ممكن تقل بشويه بحاجه بسيطه، لكن اللي بتفقد طبعا حوالي 90%. طيب when energy is transferred from producing organism to consuming organism energy is lost، كميه الطاقه دي بتفقد خلال انهي عمليه؟ البروسيس اوف ريسبيريشن ولا الفيدنج بروسيس ولا الاكسكريتوري بروسيس ولا بريسنج اند اكسكريتوري؟ طبعا عارفين ان عمليه البريسنج قصده بيها هنا السيلولر ريسبيريشن، دي بتعمل كيميكال انرجي، دي من حاجات اللي بتخرج ويستد انرجي او اللوست انرجي، وبتحول منها طبعا جزء الثيرمال وجزء الكاينيتيك. وكمان الاكسكريتوري بروسيس عمليه الاخراج، احنا بنخرج شويه اكل مش مهضوم، فدي تعتبر فيها برضو ويستد انرجي او انرجي لوست. يبقى الاثنين دول البريسنج والاكسكريتوري بروسيس المفروض قال لك هنا الوين انرجي لما بتتنقل من البروديوسنج للكونسيومينج الانرجي بتفقد في العمليات ديت الاكسكريتوري بروسيس وعمليه كمان ايه البريسنج. ماشي. قال لك هنا if the amount of energy a rabbit gets from plants، دي كميه الانرجي اللي الرابت خدها من البلانت 100 جول. how much energy can fox feeding؟ قال لك on the rabbit get، يعني الرابت كميه الانرجي اللي الرابت خدها من البلانت خد 100 جول. المفروض ان الفوكس هيتغذى على الرابت هياخد قد ايه؟ احنا كنا بناخد اهو ده المفروض الرابت، وفوقيه مين اللي هياكله؟ الفوكس. لو احنا ده اللي هيتاكل يبقى ده هيتنقل له كام؟ قلنا 10% بس، وفي الحاله ديت كنا الرابت هو عنده 100 جول، يتنقل له قد ايه؟ قلنا على طول عشان احول اقوم عامل باي 0.1، 10% بس، يعني المفروض بنعملها خلاص باي 0.1 اللي هي هتبقى ايكوال كام؟ 0.1 طبعا باي 10، يعني هتبقى حوالي 10 جول. كاني بقسم على ايه؟ على 10، فهتبقى كام؟ 10 جول. ماشي. دي كميه الانرجي اللي هتتنقل للفوكس لما ياكل الرابت. طيب question 6 بيقول لك what are the environmental impacts؟ ايه التاثيرات البيئيه of using fossil fuel compared to the renewable energy resource؟ ايه الحاجات طبعا اللي هتاثر على البيئه لما نيجي نستخدم الوقود الحفري اللي هو الفوسيل فيول؟ وده طبعا ليه نيجاتيف افكتس، تاثيرات سلبيه جامده جدا، لان هو عارفين ان هو عمليه البيرنينج بتاعه الكول او بتاعه
الاويل او بتاعه الناتشورال جاز، دي كلها بتدي بويزنس جازز، منهم زي الكربون دايوكسيد وزي مثلا السلفر اوكسيد زي ما احنا خدنا وهناخد بعد كده برضو. ودول طبعا من اهم الحاجات اللي بتسبب الاسيدك رينز اللي ليها نيجاتيف افكتس طبعا على كل حاجه. طيب واكيد الحاجات دي مضره عن الرينيوبل بقى انرجي ريسورسز اللي هي بقى الووتر والويند، الميه والرياح والحاجات اللي ما بتعملش مشاكل. طيب يعني المفروض ايه بقى التاثيرات اللي هيحصل لما نستخدم هنا increase the carbon dioxide emission؟ طبعا دي هتزود فعلا الكربون دايوكسيد emission، يبقى دي صح. طب تعالوا نشوف كده بي بيقول لك reduce the energy loss، بتقلل فقد الانرجي، اكيد لا، هي دي حاجه وحشه اصلا. improve the efficiency of photosynthesis، اكيد مش هتزود كفاءه الفوتوسينثيز. decrease او هنا قال لك increase the number of trophic، هيزود المستويات الغذائيه اللي موجوده، اكيد لا، يبقى فعلا هنا الفوسيل فيول ده هيزود الكربون دايوكسيد emissions. طيب question number 7 بيقول لك the opposite figure show the relation between العمليه دي، الشكل ده بيوضح relation ما بين ايه؟ دي اللي هي الجرين بلاسز او اللي هي الكلوروبلاست، ودي الميتوكوندريا. طبعا الجرين بلاسز احنا عارفين ان البلانت بيعمل فيها فوتوسينثيز عشان يطلع جلوكوز واكسجين وبياخد ووتر وكربون دايوكسيد، وهنا الميتوكوندريا بيحصل فيها سيلولار ريسبيريشن، تطلع انرجي ووتر وكربون دايوكسيد تاني عشان يبتدي يستخدمها تاني. طبعا هنا اكيد دي ريليشن ما بين الريسبيريشن والفوتوسينثيز بروسيس، فاكيد الاجابه هتبقى ايه؟ هتبقى دي، اكيد مش ترانسبيريشن خالص يعني. نمبر 8 بيقول لك what is the relationship between photosynthesis and cellular respiration؟ ايه العلاقه ما بينهم in maintaining ecological balance؟ طبعا احنا عارفين ان الاثنين دول، واحد بتاخد كربون دايوكسيد وتطلع اكسجين، والثانيه بتاخد العكس، الاكسجين وتطلع كربون دايوكسيد. فقلنا ان الاثنين بيعملوا بالانس في الايكو سيستم عن طريق ان هم بيحافظوا على نسبه الاكسجين والكربون دايوكسيد جاز اللي موجوده. يبقى هنا قال لك both consume oxygen and release carbon dioxide، الاثنين بياخدوا اكسجين يطلعوا كربون دايوكسيد؟ لا طبعا. both convert light energy into chemical، الاثنين بيحولوا من light لكيميكال؟ لا، واحد من light لكيميكال والثاني من الكيميكال لايه؟ لثيرمال انرجي. طيب الفوتوسينثيز ريليزز اوكسجين، بتخرج اكسجين، والسيلولار ريسبيريشن كونسيومز ات. فعلا الفوتوسينثيز بتخرج لنا اكسجين، والسيلولار ريسبيريشن اللي هو عمليه التنفس هي بتستهلك اكسجين، يبقى فعلا دي ايه؟ صح. هنا قال لك both rely on decomposing organisms، اكيد مش معتمدين على تحلل الايه؟ الكائنات. طيب نمبر 9 بيقول لك new technologies can be used to improve the efficiency of energy transfer in ecosystem by ايه؟ في تكنولوجيا جديده طبعا بتحسن الكفاءه بتاعت نقل الانرجي في الايكو سيستم عن طريق ايه؟ هنا increasing number of trophic levels، اكيد مش بيزود التروفيك ليفلز، مش بيزود المستويات، ده كل ما بتزود المستويات خدوا بالكم كميه الانرجي اكيد ايه؟ بتقل. طيب improving natural resources management، ان احنا نحسن طبعا المصادر الطبيعيه، ان احنا الاداره بتاعتها نقدر نستخدمها بشكل كويس، فبالتالي ما يحصلش مثلا excessive consumption، استهلاك زياده، فبالتالي يعمل مشكله، يبقى دي المفروض حاجه كويسه. طيب جميل. هنا قال لك reduce photosynthesis، نقلل photosynthesis؟ اكيد طبعا لا. increase use of fossil fuel، نزود الوقود الحفري؟ اكيد لا. يبقى فعلا الاجابه هتبقى عندنا مين؟ بي، دي الحاجات الحديثه اللي هي بتحسن بقى الكفاءه بتاعت نقل الانرجي عن طريق improving natural resources management. طيب from the opposite figure the amount of energy obtained by line is ايه؟ كميه الانرجي اللي هياخدها من اللاين. طبعا احنا كنا لسه واخدين لو انا عندي هنا الجراس دوت هو عنده 10000 جول، هيتنقل له قد ايه؟ قلنا عشان اشوف طاقه اللي هيتنقل اللي هو ال 10% بنعمل باي 0.1، يعني اللي هيتنقل للشيب هعمل باي 0.1، يعني كأن انا بقلل ايه؟ 0، يعني المفروض هيبقى كام؟ هيبقى 1000 بس، دول اللي هيتنقل له. طيب ده هيتنقل لللاين كام من الشيب؟ برضه هم عامل باي 0.1، يعني هشيل 0، يعني هيتنقل له حوالي 100 جول بس. والويستد انرجي هقوم عامل طبعا ال 1000 ماينس 100 هيبقى ايكوال 900، يبقى هنا اللي هيوصل لللاين هيبقى حوالي 100 ايه؟ جول. Question number 11 which of the following statement
about the process of cellular respiration is correct. مين في دول حاجه عن السيلولار respiration صح. قال لك هنا it occurs in chloroplast. في السيلولار ريسبيريشن بتحصل في الكلوروبلاست؟ اكيد لا، دي عارفين ان هي بتحصل في الميتوكوندريا. طيب يبقى اول واحده دي مش هتنفع. طبعا احنا عارفين ان هو بيتكلم عن مين؟ عن الريسبيريشن. ماشي. It produces energy in the form of adenosine triphosphate. ايوه طبعا هي بتطلع انرجي بشكل قلنا ATP الادينوسين ترايفوسفيت، فدي صح، حاجه بتخرج من السيلولار ريسبيريشن. هنا ريليزز اوكسجين؟ لا، ده هي بتعمل كونسيوم اوكسجين. ريلايز اون لايت دايركتلي، معتمده على الشمس؟ لا، دي مالهاش علاقه خالص طبعا بايه؟ بالشمس. يبقى الاجابه هتبقى بي. طيب نمبر 12 بيقول لك وات از ذا purpose of cellular respiration. ايه الهدف الاساسي من السيلولار ريسبيريشن؟ السيلولار ريسبيريشن اكيد ده هدفها ان هو يطلع انرجي، بيحرق الكيميكال انرجي اللي في الفود عشان يخرج ثيرمال انرجي نقدر بقى ايه نتدفى بيها ويتحول لحركه وهكذا. طيب وظيفتها جلوكوز برودكشن؟ اكيد لا. برودكشن اوف انرجي ان ذا فورم اوف ادينوسين ترايفوسفيت؟ ايوه السيلولار ريسبيريشن وظيفتها تطلع لنا انرجي. ستورينج كربون دايوكسيد؟ اكيد لا. ريديوسينج اوكسجين؟ اكيد لا. طيب 13 بيقول لك وات از ذا مين ريزلت اوف فوتوسينثيز. ايه بقى السبب او النتيجه الاساسيه بتاعه الفوتوسينثيز؟ اول حاجه هنا ذا conversion of light energy into chemical energy stored in glucose. تحول اللايت انرجي لكيميكال انرجي متخزن فين؟ في السكر. طيب ولا البرودكشن اوف ادينوسين ترايفوسفيت ولا برودكشن اوف كربون دايوكسيد ولا بروديوس ووتر؟ طبعا اكيد هتبقى مين الكونفرجن بتاع اللايت انرجي لكيميكال انرجي، عشان البلانت الوحيد اللي بيقدر يستفيد من طاقه الشمس ويحولها لكيميكال انرجي، فاحنا ناخدها وبالتالي نستفيد منها. احنا او الانيمالز عموما الكونسيومرز ما بيقدروش طبعا يستفيدوا بالانرجي بتاعت السان دايركتلي، لكن البلانت هو اللي بيقدر. اكيد دي طبعا البلانت في الفوتوسينثيز مش بيخرج ادينوسين ترايفوسفيت الاي تي بي ولا بيعمل برودكشن للكربون دايوكسيد ولا الووتر، يبقى الاجابه هتبقى ايه. بيقول لك هنا which of the following food levels contains the greatest amount of energy. مين في دول في اكبر كميه من الانرجي؟ هنلاقي طبعا اكبر كميه من الانرجي موجوده في البلانت اللي هو مين؟ البروديوسر، وبتقل طبعا تدريجيا كل ما طلعنا في التروفيك ليفلز. 15 بيقول لك what is the main role of producing organism in energy pyramid. ايه الدور الاساسي لانتاج الكائنات طبعا الانرجي pyramid؟ هنا converting solar energy into chemical energy stored in organic compounds، بيحول السولار انرجي لكيميكال متخزنه في الاورجانيك كومباوند. طيب ماشي، نخش هنا consumption of other organisms ولا analyzing and recycling organic material ولا minimizing الهيت loss in ecosystem. ايه بقى الدور الاساسي للبروديوسنج اورجانيزمز، الكائنات اللي هم البروديوسرز في الانرجي؟ طبعا اهم حاجه البروديوسرز هم اللي بيقدروا ياخدوا طاقه الشمس ويحولوها لكيميكال انرجي، وبالتالي بقيه الكائنات يقدروا ان هم يستفيدوا منها. يبقى هو فعلا ايه converting يحولوا لنا طاقه الشمس الكيميكال انرجي متخزنه بشكل اورجانيك كومباوند. هنا طبعا الحاجات دي كلها مش هتنفع خالص. طيب نخش بقى على question number 16. بيقول لي which of the following activities، مين في الانشطه دي minimizes هيقلل ال amount of energy available at the base of the energy pyramid. بيقلل كميه الطاقه المتاحه فين؟ في البيز بتاعه الانرجي بيراميد. مين اللي موجود في البيز عندنا بتاعه الانرجي بيراميد؟ طبعا الجرين بلانتس اللي هم البروديوسرز. طيب هيقلل كميه الطاقه ان احنا نعمل ايه؟ اكيد ان احنا نقلل البلانتس. طب ايه اللي ممكن يقلل او ياثر على البلانتس ويقللها؟ مثلا increasing البروبورشن بتاعه الكربون دايوكسيد جاز في الاير، لما تزيد نسبه الكربون دايوكسيد جاز في الهواء، ولا لما يحصل ديكريز ولا تقل نسبه الاكسجين. طب الاكسجين لما نسبته تقل هو ممكن ياثر على عمليه السيلولار ريسبيريشن، فبالتالي ايه؟ مفيش انرجي. طيب اوفر فيشنج الصيد الزياده، طبعا دي مالهاش علاقه خالص بالموضوع. ولا الاوربانيزيشن اند ديفورستيشن. هنا الاوربانيزيشن طبعا ان احنا بناء بقى مدن جديده، وديفورستيشن التصحر ان احنا نشيل الغابات. طب ما هو ده ان احنا ممكن لما نبني حاجات جديده ونشيل الغابات ممكن دي من الاسباب اللي هي تقلل كميه الانرجي اللي موجوده فين؟ في البيز. طيب لان احنا
قللنا كميه النباتات. طيب وممكن هنا increasing البروبوشن، زياده نسبه الكربون دايوكسيد جاز في الاير، وديكريزنج البروبوشن بتاعه الانرجي الاكسجين جاز في الاير. ممكن خدوا بالكم كمان لما تقل نسبه الاكسجين جاز مش هيقدر قلنا يعمل عمليه السيلولر ريسبيريشن بتاعته، ودي اللي بتخليه ياخد انرجي. فممكن برضو الاجابه خدوا بالكم تبقى بي. طيب وانكريزنج البروبوشن بتاعت الكربون دايوكسيد، لو زادت نسبه الكربون دايوكسيد جاز خدوا بالكم برضو بتعمل مشاكل كتيره، زي احنا كنا بناخد الجلوبال وورمنج، الاحتباس الحراري، والحاجات دي كلها ممكن تعمل مشاكل. يبقى ممكن كمان خدوا بالكم تبقى ايه. يعني احنا عندنا الثلاث اجابات دول ينفعوا. فهو في السؤال دوت مين في دول الاكتيفيتي اللي يعتبر هيقلل كميه الانرجي، او يعتبر ممكن نقول بقى اكسبت ما عدا نختار مثلا الاوفر فيشنج، دي الحاجه الوحيده ايه اللي ما تنفعش في السؤال ده يعني. طيب تعالوا نخش على question number 17. Explain how the loss of energy at each trophic level affects the length of the food chain. يعني كمية اللوس اوف انرجي في كل تروفيك ليفل بتأثر على طول الفود تشين. المفروض اكيد لو الانرجي، لو اللوس اوف انرجي انكريز، يعني الانرجي فقدها بقى كتير قوي، فمعنى كده اكيد ان كميه انرجي هتتنقل قليله جدا جدا جدا، فاكيد هيأثر على التروفيك ليفل المستويات. يعني لو احنا عندنا 5 تروفيك ليفلز مثلا، عندنا بروديوسر وبرايمري كونسيومر وسكندري وتيرشري كونسيومر وديكومبوزر، اكيد كل ما اللوست انرجي تزيد وكميه الانرجي تتنقل اللي هتتنقل تقل، فده بدل ما يخليهم 5 تروفيك ليفلز خلاص هي كميه الانرجي مش قادره توصل للخمسه، فممكن يبقوا 4. فاكيد يبقى احنا هنا هنقول ازاي اللوس اوف انرجي ات ايتش ترافيك ليفل هيأثر على اللينس بتاع الفود تشين. يبقى المفروض بقول ان باي increasing the length او increasing the lost energy، كل ما بيزيد اللوست انرجي ايه اللي هيحصل؟ the length of food chain هيحصل له decreases، هيقل. وده طبعا ليه؟ علشان المفروض ان كميه النيوترينز الغذاء اكيد المفروض ايه؟ هتقل. طيب هنا اخر سؤال بيقول لي write the equation of cellular respiration. يعني cellular respiration عارفين هي عكس الفوتوسينثيسيس، بناخد بقى الجلوكوز شوجر اللي هو C6H12O6 واحط عليه اكسجين جاز O2، فالمفروض ان هو يقوم مديني ايه؟ طبعا انرجي، ويخرج كربون دايوكسيد جاز، وبيخرج طبعا ووتر H2O، وبعمل بالانس ان انا بحط هنا طبعا 6 6 و6 و6. دي طبعا عمليه السيلولار ريسبيريشن وبيخرج معاها انرجي. وبكده يبقى احنا الحمد لله خلصنا الويكلي اسسمنت، وخلصنا كمان الهومورك بتاعه الاسبوع الاولاني. اتمنى ان احنا نشد حيلنا ونذاكر كويس جدا ان شاء الله، واشوفكم ان شاء الله في درس جديد مع مستر عمر الرابي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.